اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم بوشيار او الشيار بطريقه جديده ومختلفه على اللي سبق لي وشاركت معكم في القناه. وايضا هاد الطريقه هذه راه قليل اللي كيعرفها، ما معروفاش بزاف. كيجي بها بوشيار هشيش بزاف ورطب ورائع. نخليكم معايا في الفيديو للاخر نشوفوا المكونات وطريقه التحضير والمزيد من التفاصيل. وغادي نبداو على بركه الله. هنا في واحد الكسعه درنا القياس ديال الطحين وغادي نبداو نعجنو. ضفنا عليه الخميره ديال الخبز. الخميره كتبقى على حسب الجو، كان الجو بارد راه كدير واحد 2 معالق كبار، كان الجو يعني سخون كديروا غير معلقه وحده كافيه. وكنعجنو بالماء اللي كيكون دافي، كنعجنو عادي بحال الا كنعجنو الخبز. بالنسبه للدقيق كديروا قد العبره ديال الفينو قد العبره ديال الفورس، يعني كديروهم كيف كيف الا بغيتو تعجنوا بوشيار. وهنايا من بعد ضفنا القياس ديال الملحه وكملنا على العجينه بالدليك. غير باليدين، تقدروا تستعملوا اي روبو عندكم في الدار. هنا العجينه من بعد ما تدلكات مزيان غادي نغطيوها ببلاستيك غذائي ونخليوها ترتاح واحد 15 دقيقه. وهنا من بعد ما دازت داك المده غادي ندوزو باش نكرسوا العجينه اللي عندنا بالمساعده ديال زيت الزيتون والدقيق. الدقيق هنا غير دقيق ديال الفرص فقط. وهنا زيت الزيتون تقدروا تعوضوها بزيت المائده، يعني تخدموا بزيت المائده عادي. كنكرسوا داك العجينه اللي عندنا على هذا الشكل هذا وكنفندوها في داك الدقيق هكا واحد شويه من الوجه ديالها فقط، وكنخليوها جانبا باش ندوزو لمرحله مواليه. بالنسبه لهذه المرحله هذه كناخذ اول وحده كرسناها بطبيعه الحال كنطلقوها على هذا الشكل هذا دائما بالمساعده ديال الزيت والدقيق. غادي نطلقوها بحال الا كنطلقوا شي مسمنه اولا ملويه، غير هو حنا ما كنورقوهاش، حنا ما غرضناش يجي مورق، خصو يجي هشيش ورطب. كنطلقوه بحال الشكل ديال المسمن ولكن ما كنرققوش بتاتا، كنخليو العجينه غليظه وكنجبنوها بهذه الطريقه هذه. كنجمعوه شي شويه مزير ما كنرخفوهش وصافي، راه كتجمعوه بحال المسمنه كما هو واضح في الفيديو. وغادي نستمروا بنفس الطريقه حتى كنكملوا كاع الكميه اللي عندنا، ومن بعد غادي نشوفوا المرحله اللي موراها. وبغيت نقول لكم بانه هذه الوصفه ديال بوشيار راها كانت من يدين الوالده ديالي الله يخليها لي، والله يخلي لكم الامهات ديالكم جميعا واللي ماتوا الله يرحمهم. والى وصلتوا لهذه المرحله في المشاهده ديال الفيديو خليو لنا اراء ديالكم حول الوصفه في التعليقات، ان شاء الله الوالده ديالي غادي تقراهم كاملين. وهنا من بعد ما كملنا غادي ناخذ اول وحده ورقناها، هي اللي غادي نطلقوها هكا في القصعه بالمساعده ديال الدقيق على هذا الشكل هذا، بحال الا كنقرصوا الخبز تماما، يعني نضربوها هكا بيدينا حتى كتقرص لينا كتولي على شكل خبيزه. وهنايا راه ما كنرققوهاش بزاف، يعني كنخليوها واحد شويه غليظه العجينه. وهنايا شوفوا تبارك الله الشيار باقي عجينه وكيبان من الدب، ما بالكم منين يطيب راه كيجي هائل جدا. وهنا من بعد ما كنكملوا التكراس راه كنديروها العجينه باش تخمر. خدينا واحد الطويله درنا فوقها الزيت اللي كيكون نقي بطبيعه الحال، كنرشوا بالدقيق، كنحطوا العجينه ونغطيوها نخليوها حتى كتخمر مزيان على هذا الشكل هذا كما هو واضح في الفيديو. وفاش كتخمر غادي ندوزو باش نطيبوها. هنا المقله كتكون سخونه مزيان، كنديروا لها واحد رشيشه ديال الزيت وعاد كنحطوا فيها العجينه مع واحد الثقب صغير في الوسط، وكنديروا عاوتاني واحد رشيشه ديال الزيت من الفوق، وكنخليو داك الفطيره حتى كتبدا تنبل لينا اولا دير لنا فقاعات على هذا الشكل هذا. عاد نقدروا نقلبوها وكذلك كندهنوها اولا كنرشوها بالزيت، كنبقاو ندوروا فيها ونخليوها طيب على عافيه اللي كتكون عفوا على عافيه اللي كتكون متوسطه. واي بلاصه بانت لنا باقي ما تحمرات باقيه بيضه كنرشوها بشويه ديال الزيت وكنقلبوها ونخليوها طيب على خاطرها. وهنا بالنسبه للزيت راه غادي تبان لكم الوالده كطيب غير بزيت الزيتون، يعني خدمت غير بزيت الزيتون من البدايه من التوريق حتى للطياب. غتقدروا تخدموا بزيت المائده ما كاين حتى شي مشكل، وخليو زيت الزيتون حتى للتغماس كما كندير انا.
وهنا من بعد ما كملنا الطياب ديال الشيار ديالنا، شوفوا النتيجه كيفاش كتجي. راه كيجي واحد البوشيار هشيش بزاف ورطب وخفيف على المعده وخفيف على الخاطر، وكيجي هائل. كيجي يعني في الفطور، في الكاسكروط، كيجي حتى في رمضان هكا مع الحريره. تقدروا دوزوه مع زيت الزيتون مع السمن والعسل، فين باش ما كليتوه كيجي زوين، حتى بوحدو كيجي هائل جدا. نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم ونكونوا خفيفه ظريفه على قلوبكم. دائما احبابي ما تنسونيش بواحد اللايك للفيديو، بارطاجيو الوصفه مع الاهل والاصدقاء، وشكرا لكم على حسن المتابعه، والى الفيديو القادم ان شاء الله. مع السلامه.